وسع للبطل يا كومبارس، وسع للبطل يا هلفوت انت وهو. ركبنا الدوري واللي هنلمحه هنمرجحه، واللي هنلمحه هنعبطه، واللي هنلمحه هنمده على رجليه. ده كان شعارنا في مباراه المصري امبارح، وان احنا كسبنا امبارح مباراه بثلاث نقاط مهمين جدا ركبنا بيهم صداره الدوري. وكنا بنلعب قدام فريق امبارح مدربه يا اخي غتت رخم، يتمنى ان انت تخسر او ان انت تتعثر قبل ما بيراميدز نفسه يشوفك وانت بتتعادل وانت بتخسر، بحيث ان فرصه يعني ترجع له تاني في ان هو يفوز في الدوري. ده ما حصلش امبارح، وعم كولر مرجح الكل. وسام ابو علي امبارح حط الكره في الجون، خلى الكهرباء تقطع امبارح عند المصري، وخلى الكهرباء تقطع عند بيراميدز وما كانوش شايفين قدامهم. ده اللي حصل امبارح. ولدنا وسام ابو علي، احنا ابدا ما كناش عايشين، ما كانش عندنا مهاجمين من اول الموسم، لكن تقدر تقول وسام ابو علي وصل للهدف ال 12 وباقي له هدفين وياخد صداره الهدافين في عدد مباريات اقل كتير جدا من اللي احنا من اللي لعبه مابيلي ده بتاع بيراميدز. لكن تقدر تقول ان هو ان شاء الله هيكتسح بنهايه الموسم. الاهلي راكب، الاهلي مستني 4 مباريات من اصل 7 مباريات ويحسم فيهم الدوري رسميا. الحمد لله امبارح احنا كسبنا. بيراميدز بقى يعني يكن كان بيتعثر قدام الزمالك بيتعادل، الحمد لله. انا مبسوط ان الزمالك ما كسبش، هيقعد بقى يغني لك ويقول لك احنا اديناكم الدوري واحنا كسبناكم الدوري. كان ده مش بايدك يا حدق. احنا 16 فوز على التوالي ولا 17 فوز على التوالي وراكبين فيهم مباريات الدوري كلهم. ما فيش فريق قادر على الاهلي، كله بيتعبط، كله بيتمد على رجليه. فعمو كولر امبارح ما حسسناش ان مثلا في عريس بيتجوز، ان في اليو دانج خرج من القايمه وراح الخلود، ان عمرو السوليه مصاب، ان علي معلول غايب، ان عندك احمد عبد القادر مصاب. لا، كل مركز فيه واحد واثنين، واللي بينزل بيأدي باداء كويس. اي نعم ممكن في بعض الفوارق، لكن ما بتحسش بيها كالاهلي ككل وهو بيلعب. كمان محمد طاهر غايب بقى، محمد هاني بيلعب امبارح في الجبهه اليمين، وعمر عبد الواحد قاعد على الدكه، عمر كمان قاعد على الدكه امبارح، وبيرسي تاو قاعد على الدكه. لكن ده ما فرقش معانا امبارح. ولدنا رضا سليم امبارح يعني داس على الكوره من نص الملعب، خد 2 معاه فسحهم امبارح لحد الخط، هوب رفعها وسام ابو علي ركب الكوره حطها في الجون، قطع الكهرباء عن اي حد كان يتمنى الاهلي بيخسر امبارح ونام زعلان نام قرفان. لكن تقدر تقول احنا مبسوطين الحمد لله ان احنا راكبين الدوري. ويا اخي صباح الفوز صباح الانتصار، دايما تكون ايامنا كده بطولات. فعمو كولر يستاهل ان هو يكسر الرقم القياسي اللي موجود ب 16 فوز على التوالي ده للمانويل جوزيه. ان شاء الله المباراه الجايه هتكون صعبه، هتكون تقيله قدام سيراميكا كليوباترا، قدام ايمن الرمادي، قدام لعيبه سيراميكا. كله عايز دلوقتي يظهر قدام الاهلي ويبين ان هو بعصر الاهلي، لكن الاهلي شديد على اي حد. الاهلي فريق تقيل مع عمو كولر. اديك شايف البطولات او الانديه كلها بتجهز للموسم الجاي. صن داونز امبارح بيلعب مع السد القطري، بيكسبوا 2-1 2-0 الساعه 2 الظهر، هوب بيلعب الساعه 9 بالليل مع الهلال السعودي، رقعوا 2-1. فاحنا داخلين على فين في افريقيا، الدنيا صعبه. نتمنى ان شاء الله الصفقات اللي احنا بنسمع عنها من يحيى عطيه الله يكون جاي الاهلي. محتاجين باك شمال مع كريم فؤاد اللي هيكون موسم صعب السنه الجايه، وفي نفس الوقت الكل هيحاول ان هو يستغل الثغره ديت. لكن كريم بصراحه بيقدم فتره كبيره جدا وظهر باسلوب حلو جدا في الجبهه الشمال، مش محسسك بغياب علي معلول. لكن برضه انت هتبقى في مباراه صعبه محتاج فيها الاوفر حلو، محتاج فيها الاوفر يكون دواء، فعما يعدل ويرفع فبكون صعب علينا كجمهور، مش متقبلين الامر يعني. وفي نفس الوقت عيب بيكون الاهلي ما عندوش باك شمال حلو. انت من ايام جilberto وسيد معوض دول فريق لحالهم كانوا بيلعبوا. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نكون بنجهز كويس جدا في موضوع الصفقات ونعلن عنها اول باول، وننهي الدوري بدري بدري ان شاء الله، عشان لعيبتنا برضو تاخد راحه كافيه وتلعب ناشئين، تختار منهم 3 4 حلوين يكملوا معاك الموسم الجاي. نتمنى ان شاء الله تكون اختياراتنا حلوه وتجاربنا حلوه، وعم كولر يرتاح برضو شويه. الراجل عامل موسم رائع، واخد بطوله افريقيا بالدوري بيستعد فيه، واخدين الكاس بتاع السنه الماضيه، فمش عاتقين مش رحمين. فنتمنى ان شاء الله ربنا يتممها على الخير، والامطار الاخيره في الدوري نخلصها بدري وننهيها بدري. امبارح شفنا لقطات كتيره جدا في مباراه الزمالك وبيراميدز وبيشجعوا الشيبي. والله يعني في مسك مصاب ووفق حاجه زي كده. المهم يا اخي لاقيين على بعض، والله لاقيين على بعض. جمهور تعبان مع لعيب يعني امر منهم. فنتمنى ان شاء الله لما نقابلهم كده ان شاء الله في السوبر ولا الكاس يترقعوا 3 4 ان الاهلي ينفضوا نفضه تمام، يعني يخشوا الجحر تاني. يعني نتمنى ان شاء الله. الواحد عنده غل، عايز يلعب الزمالك، عايز يكسب الزمالك. لكن نقدر نقول
الاهلي حلو، الاهلي يفرح، الاهلي يمتعك في المباراه بتاعته الفتره الاخيره باي وضع. انت بتكسب امبارح في مباراه المصري، انت جبت جون وضيعت انفراد، وامام عاشور ما ظبطتش معاه، واحده جت برضه ل برضه سليم بعدت عن رجليه شويه، كنت ممكن تزود في النتيجه وفي الاهداف. لكن تقدر تقول الشناوي كان حلو امبارح، باخد الكرات العاليه، شال واحده خطيره جدا في المباراه امبارح. وسام ابو علي بيقرب من صداره الهدافين، عندك روح في كل حته. وبتوصل بقى طبعا للفوز ال 22 من اصل 27 مباراه، واقوى خط هجوم ب 61. لا كلها ارقام قياسيه عند الاهلي، كلها حاجات حلوه الموسم ده، كلها مبشرات الموسم الجاي ان شاء الله. نتمنى دايما يكون صباحنا حلو وانتصار وفوز ودوري اهلي.